قصص عودة المتوفين بعد دفنهم أغرب حاجة ممكن تسمعها، لكن قصة محمد عادل هتحس وانت بتسمعها إنك قاعد في فيلم، وإننا بنسمع عن الحاجات دي في الأفلام بس. طب إزاي رجع بعد دفنه ب25 يوم وبعد تعرضه لحادثة وكمان رجع سليم؟ هنشوف إيه اللي حصل له وإزاي رجع للحياة مرة تانية في الفيديو ده. حقيقة ولا خيال؟ شاب بعد رحيله ودفنه يفاجئ أهله ويعود للحياة مرة تانية بعد 25 يوم. طب إزاي رجع تاني للحياة بعد ما مات واتدفن كمان؟ اتفاجئ امبارح أهالي قرية منيا العمروس بمركز أشمون بمحافظة المنوفية بالمتوفي محمد عادل واقف قدامهم حي بعد دفنه ب25 يوم، يعني من يوم 14 أكتوبر اللي فات، وبعد كمان ما طلع له شهادة وفاة. أهل الشاب قالوا إنه اتعرض لحادثة قطر وراحوا له المستشفى وعرفوا إنه هو لأنه كان عنده إعاقة في رجله، واتحجز في المستشفى لمدة 5 أيام وبعدها توفى ودفنوه في مقابر العيلة. لكن الصدمة لما اتفاجئوا إنه رجع للحياة تاني وواقف قدامهم سليم من غير أي إصابات، وكمان راح لهم البيت. لكن اسمع بقى حقيقة الموضوع اللي قالها عمه، إن محمد عادل من ذوي الهمم وساب البيت من شهر بعد ما رفض يشتغل مع والده في الأرض الزراعية، ومن بعدها تاه ومرجعش، وأسرته نزلت صورته على مواقع السوشيال ميديا علشان لو حد شافه في أي مكان. بعدها جالهم مكالمة من طوارئ مستشفى منشأة القناطر إنه عمل حادثة في القليوبية وموجود في العناية المركزة، وفعلا أهله كلهم راحوا له واتعرفوا عليه، لكن وشه كان مشوه وفي غيبوبة بسبب الحادثة، والعلاج ما جابش نتيجة وللأسف اتوفى. وفعلا استخرجوا شهادة الوفاة وتصريح الدفن، وجنازته حضرها مئات من أهل القرية، لكنهم لاحظوا في الجنازة إن الأطفال كانوا كتير وكان موجود شيخ محدش يعرفه، وأول ما وصلوا المقابر اختفى. وخلاص الأسرة كلها كانت استسلمت لحدث وفاته في وسط حالة حزن كبيرة، وإنهم كانوا بيعتبروه بركة البيت. لكن بعد ما انتشر خبر وفاته حد من الناس شاف صورته في البوست اللي نزلوه أهله، وده لما كانوا بيدوروا عليه وشافوا في القاهرة ورجعوا لأهله. طبعا في وسط حالة من الذهول والصدمة ومش مصدقين إنه واقف قدامهم، ومحدش مصدق الشبه الكبير بينه وبين الشاب اللي اتدفن، وقال إنه كان بيشتغل في محل في القاهرة طول الفترة دي. طب مين الشاب اللي اتدفن؟ وأكيد أهله بيدوروا عليه، لكن تحقيقات النيابة هي اللي هتوصل لحقيقة الموضوع، وتم استدعائه لاسم الشرطة لعمل محضر إثبات حالة، وهيتم عرضه على النيابة لعودته للحياة على الورق مرة تانية، خاصة إن الشاب محمد عادل دلوقتي عايش بس طلع له شهادة وفاة، وكمان هياخدوا عينة DNA من الجثة المدفونة علشان يقدروا يوصلوا لأهله ويتعرفوا عليه، لكن جثمانه هيفضل في مكانه لحد ما أهله يستلموه بنفسهم. حقيقة قصة غريبة جدا، وشعور أهله دلوقتي هيبقى مزيج ما بين الصدمة والفرحة، لكن هيبقوا مبسوطين إن ابنهم رجع لهم تاني.